عسلامة الناس الكل. تحية ذكية وعطرة للناس الكل. نحب نسأل سؤال. يا أخي حاجة عادية إنه واحد ياكل ويخلي الديشي متاعه مطيش. مثلا في الكام متاعي أنا في هوني في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس اللي هي سبوزي أعرق وأقدم مدرسة مهندسين، وللناس اللي باش يجيو يقراو بها هما الناس كانوا معناها الأجدر في اجتياز الامتحان، باش يكون معناها عباد خلطوا انهم يعملوا العقل متاعهم في حل المشاكل المتعلقة بالدومين تكنولوجيك. بعد تجي هوني تلقاه ياكل ويخلي الديش متاعو يطيشهم في الكلاس. عادي انه يجي واحد يقعد بعده في البلاصه هذيك وما يقلقوش جمله انه معناها يخلي الديش متاعو باش يجي عبد داخل ومن بعدها يقعد في البلاصه هذيك. معناها حاجه عاديه انت ترضي روحك تقعد في بلاصه مسخه؟ ولا شنو نقولك يدخل بروف ويلقى الكلاس مزبل كأنه زريبة، سامحوني معناها شنو باش يقول على الناس هذيك؟ لو بيغ انه يكون البروف جاي من برا من الخارج، واحنا نهار كل واحنا نحكي ونعاودوا ونكاروا على السياحة في تونس. السياحة في تونس سامحني يجي بروف من برا ويجي يلقى كلاس مزبل كيما هكاك، شنو باش يقول على الناس هذوما؟ كان الكلاس اي متاعهم معناها زعما اكثر عباد انتلو ولا قرايين معناها يتصرفوا كيما هكاك وعادي انهم يعيشوا في بلاصه كيما هكاك، فما بالك بقيه الشعب ما نلوموش عليه عاده هكاك. ووقتها سلمني على السياحه، المنظفات مساكن النهار كلهم يمسحوا وينظفوا ويلموا ويرتبوا. ايه اما شنو باش يبان كيفاش باش يبان هذاك الكل؟ كان هو بروسيس معناها هكا اون بوكل انفيني، هي تنظف هما يوسخوا، هي تنظف هما يوسخوا. سامحني مش باش تبان النظافه جمله. مثلا كانه فما العرض والطلب، كان هو العرض اقل من الطلب بيان سور باش يولي الطلب برشا كيما هكاك. كان هو تنظيف ما التوسيخ اكثر من التنظيف بيان سور باش تبان كان الوساخه. وقتها مش باش نلوموا احنا على المنظفه مساكنه، هذاك حد جهده. باش تقول لي هذيك خدمتها؟ ما كنا نجمو كيف احنا نطيشوا في لي ديشي نتاعنا ديريكت في البوبيل، هي اموا تمشي تخدم حاجه اخرى. معناها في بلاصه انها تلم البوبيل تولي تمشي تمسح مثلا ولا تنظف الغبره ولا اللي هو. معناها علاش لا ما نعاونوش بعضنا باش نلقاو ريزولتا مخير؟ نحكيو على التقدم، نحكيو على تونس غد، نحكيو على المستقبل، نحكيو على الشباب اللي هما امل المستقبل. كان هما الشباب اللي هما معناها طالب مندرجين في الدراسة ويتأملوا انهم باش ياخذوا شهادة عليا، ما ينجموش يعملوا اكت بسيط كيما هكا هو خاص بهم هما، ولكن الامباكت نتاعو على الناس الكل. كان هما مش قادرين باش يعملوا اكت صغيرون كيما هكا. سامحني كيفاش باش يقودوا البلاد نهار اخر؟ كيفاش باش يبدلوا فيها وكيفاش باش يغيروا؟ ولا العباد الكل ناوية انها تقطع من البلاد هذيا وتخليها هكاكا والزوال شكون بيه؟ كيفاش الشباب هذوما باش يصلحوا؟ كان هما ابسط حاجه فيهم هما ما ينجموش يصلحوها. حاجه معروفه انه التقدم ما يصير كان بالوعي الجماعي. كيفاش باش نحقق وعي جماعي هو الوعي الفردي مازال مش موجود؟ ولا الفرد ما تلقاه واعي كان في مصلحته، كان وقت اللي باش يضر غيره وانه هو باش يحاول انه يربح كان هو. والله استمالكم انا حاشمه اني نعمل الفيديو هذايا واني نديفوزيه، خاطر هذه ابسط الحاجات اللي ما واحد ما يتصورش انه باش يقوم يحكي عليها. وانا هذه حاجات من البديهيات. نهار كله احنا نقارنوا في رواحنا بالدول الاخرى وها متقدمين، ونهار كله احنا نسبوا في بعضنا، ونهار كله هما واحنا معلش معناها ما عادش لقيه الكلام. اي سامحني تحب تتقدم ابدا بالرياكت هذا، ابدا بروحك هز ديشي متاعك وطيشهم في البوبال. ماذا بيا انكم تعاونوني وديفيزيو الانفورماسيون هذيا، ماذا بيا انه ما عادش نشوفوا لاكت هذايا. كان احنا نشوفوه في الكلاس فما بالك في الشارع. مي بيان سور الشارع يبدا موسخ، مي بيان سور تاكلنا الزبله والقاذورات وتاكلنا الامراض، مي بيان سور ما نتقدموش وبلادنا تقعد هي ولا تمشي وتولي اخير. هذاك علاش لازمنا نحققوا الوعي الجماعي ولازمنا نفيقوا بعضنا وننصحوا بعضنا. التغيير عقلية ويبدأ بأبسط الحاجات. التغيير يبدأ بالنظافة. غير وما تقبل كان بالنظافة، غير وديفوزي